هاي ازيكم عاملين ايه؟ شوفوا اللي حصل لي في الفيديو ده مش هتصدقوا. بصوا الجمال في الاخر، النتيجة كانت تستاهل التعب ده كله. اول حاجة رحت لعمه وقلت له انا مش عارفة الضم الابرة كويس علشان الخيط بيبقى كبير وتخين، فراح مديني بتاع كده. قعدت استخدمها، حاولت كتير 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 استخدمها، كانت صعبة جدا جدا جدا. فضلت برضو احاول واجرب، يمكن مش عارفة استخدمها، وجعت لي ايدي جدا. في الاخر الحمد لله بعد محاولات كتير قدرت ان انا اعمل الخيط بيها. وبعدين استخدمت الخيط الطويل ده، جبت خيط بتاع 50 متر كده، وقعدت بقى احط الكوره، مره كوره مره نجمه، وقعدت اشد الابره، كانت صعبه جدا جدا وايدي وجعتني جدا. وبعدين فضلت احاول لحد ما عرفت. وبعدين قعدت احط بقى بعد الكوره، جبت نجمه وقعدت ارتب الالوان عشان تطلع شكلها حلو ومتناسق. وانا بطلع الابره من النجمه دي فجاه حصل لي اللي انتوا شفتوه ده في الفيديو، ان انا اتعورت جدا، وجعتني قوي. وبعدين عادي بنفض هدومنا ونقوم نكمل. لزقتها وطهرتها وبعدين بدأت اشتغل، والإبرة ما كانتش راضية تطلع، رحت جايبة البنسة وقعدت اطلع الإبرة بيها عشان كانت صعبة جدا. وكانت طريقة صعبة قوي الطريقة دي. لو حد عنده طريقة تانية يا ريت يقولي عليها، ان انا اقدر ادخل بيها الخيط من جوه الشكل من غير ما اتعور كده. فضلت بقى عملت الاشكال كلها لحد ما خلصت. وحاولت تاني ألضم الإبرة تاني بنفس الطريقة تاني، وفضلت وراها لحد ما عرفت استخدمها، بس هي صعبة جدا، عايزة خيط رفيع عشان تقدر تستخدمها للضامة دي. وعملت كل الأشكال تانية كلها لحد ما خلصت كل الكمية، وعملت الستارة القمر دي. استنوا معايا عشان تشوفوا شكلها في الآخر عامل ازاي. وبرضه رجعت استخدم اللضامة تاني، كانت حلوة قوي. الستارة في الآخر بصراحة بعد ما خلصت كل النجوم هتشوفوا الشكل في الآخر مش هتصدقوا. كانت صعبة وطلعت عيني في الشغل، بس في النتيجة في الآخر كانت تستاهل التعب، وكانت جميلة جدا. بصوا شكلها في الآخر قمر ازاي، تحفة تحفة تحفة، وشكلها مختلف عن أي ديكور هتشتروه. ده غير إنها سهلة تتعلق، سهلة تتنضف، حاجة تعيش العمر كله. ومش هتلاقيها في أي حتة عشان هي يونيك ومميزة جدا. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.